نتمنى من الله تكونوا بصحة جيدة. اليوم جبت لكم واحد الوصفة مجربة 100% وسحرية. الحساسية يستعملوها الكبار والصغار، لأن نستعملها شخصيا. اللي كتكون من البرو أو ما يسمى بالبصل الأخضر وكأس من الماء. كما كتعرفوا البنات، البرو غني بالفيتامينات والالياف الفعالة في تقوية العظام وتنظيم السكر في الدم، بالإضافة إلى دوره الفعال في خفض الضغط الدم المرتفع، بالإضافة إلى دوره الفعال في تقوية الجهاز المناعي بسبب احتوائه على مواد مضادة للفيروسات والبكتيريا. كما كتلاحظوا البنات، كناخذوا البرو ديالنا كنغسلوه من دوك الشوائب والغبار اللي كيكون فيه، وكنقطعوه على هذا الشكل وكنطبخوه لمدة 10 دقائق مع كأس من الماء. ملي كنطبخوه 10 ديال الدقائق البرو ديالنا مع كأس ديال الماء، كنحصلوا على هذا الكأس اللون ديالو الماء على الماء ديالو لون اصفر. وكناخذوا هذا الكاس البنات ساعه قبل الافطار وساعه قبل النوم لمده 40 يوما دون انقطاع. البنات ما تقطعوش، لانها وصفه مجربها شخصيا وعطتني نتيجه جد فعاله. كنت كنعاني من الحساسيه وكناخذ دواء ديما مريضه، ولكن الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وهذه الوصفه صحيت. استعملوها لمده 40 يوم البنات بدون انقطاع. وداك البرو اللي طبخنا به نقدروا نحتفظوا به في الثلاجه ونستعملوه في لاصوب او في اي طبق بغينا نطيبوه. ثانيا البنات، لان كنستعملها الحساسيه اللي كتكون من الباديان او النجم، كأس ديال الماء ومعلقه ديال العسل الحر. كما كتعرفوا ان الباديان عنده عده فوائد، ومن بينها كيستعمل مضاد للجراثيم ومهدئ للاعصاب، وكيعالج اضطرابات الجهاز التنفسي كالالتهاب الجيوب الانفيه والربو ونزلات البرد والزكام. وهو غني بالفيتامينات، فيتامين الحديد، الكالسيوم، الزنك، المغنيسيوم، الكالسيوم. هو غني عن التعريف. وحتى العسل، راكم عارفين العسل الحر عنده عده فوائد. كناخذوا البنات 4 ديال الحبات من النجم او الباديان، كنطبخوهم في كأس ديال الماء لمده 10 ديال الدقائق. كنطبخوه 10 ديال الدقائق كيولي اللون ديالو بحال هكا. كنصفيوه البنات وكناخذوا معلقه ديال العسل الحر، معلقه ديال العسل الحر خاصو يكون حر، وكنديروه في الكأس ديال الباديان وكنشربوها. كنشربوها البنات لمده 40 يوما كل ليله. كل ليله البنات ساعه قبل النوم. وصدقوني البنات، هاد الوصفه حتى هي جد فعاله في الحساسيه، وحتى هي ساعدتني الحمد لله في التخلص من الحساسيه. نتمنى البنات تعجبكم هاد الوصفه. ندوزو الوصفه الاخيره ان شاء الله. الثالثه البنات كتكون من الشيبه وماء مغلى. كناخذوا عريش من الشيبه وكنديروا في الماء المغلى وكنخليوه لمده 10 ديال الدقائق كيف ما كتلاحظوا البنات، 10 ديال الدقائق. وكنحصلوا على هاد الكاس اللي هاد الماء اللي لونه اصفر، وكنشربوا هاد الماء ساعه قبل الافطار لمده اسبوع. كتعطي واحد النتيجه فعاله في السعال البنات، خصوصا السعال. كما كتعرفوا الفوائد الكبيره ديال الشيبه، لانها كتحمي الجسم من الاصابه من الزكام ونزلات البرد، واضافه الى تقويتها للجهاز المناعي وكطرد السموم الضاره من الجسم. نتمنى البنات يعجبكم هاد الوصفات وتجربوهم، وتشتركوا في القناه وتفعلوا ميزه الجرس وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده. وما تنساوش دي لايك وشكرا.